بيكم. ان شاء الله هنبدأ مع بعض النهارده حل كتاب المعاصر وشرح الماس لأولى ابتدائي. طبعا احنا حلينا كتاب المدرسة كله من اوله لغاية اخره، وهتلاقوه طبعا على القناة موجودة عندنا. وطبعا كل درس من دروس كتاب المدرسة كنا بنحل 10 ب10. كنا بنشرح المهم ايه، اهم المصطلحات اللي تحتاجها ايه، اهم الشغل اللي تحتاجه ايه. كنا بنترجم لكم بشكل كبير جدا الكتاب وازاي تحل فيه. تمام. بس في ناس يعني شغاله على كتاب معاصر، فاحنا هنحل كتاب معاصر واوريدي حلينا كتاب المدرسه. بالمناسبه هنسيب لكم ان شاء الله تحت لينك خاص بالتليجرام، على اساس لو حد عايز يتواصل معانا. طبعا قلنا الترم الاول من أولى ابتدائي هو جزء فري، حضرتك في اي وقت او في اي مكان عايز لك اي استفسار او عندك اي نقطه مش فاهمه تقدر تبعت لنا. طيب. زي ما انت شايف اول درس عندك في ليسون 1 وليسون 2 في الكتاب بتاعنا بيتكلم count up to 3، يعني عد لحد الثلاثة. او طبعا احنا في الاول لازم الناس تبقى فاهمه برضو، هنحاول نمشيها شويه عربي، بس واحده بواحده حضرتك هتعرف الديفينيشن عامله ازاي. تمام. count up to 3. تمام. تعالوا نشوف بيدينا ايه. زي ما انت شايف هنا هوت بدأ يدينا بيقول لك اعمل عملية كاونت. هنا في بترفع فينجر او ايد صوبع عندك، وتبدأ تعمل. هنا بيقول لك اعمل سيركل 1 سيركل 1 سيركل 1. عد معايا كاونت. عندك كام دوج؟ 1. عندك كام ده؟ 1. عندك كام خد ديك عندك هنا كام من من البطاط او من الوزات؟ هو عبارة عن 2. عندك كام جرار؟ هنا عبارة عن 1. تمام. طبعا في نقطة مهمة جدا عشان الناس تبقى فاهمة برضو خاصة بالديت. نقطة مهمة جدا. هنا في الكتاب واضح انه ما جابش الجزء الاولاني الخاص بالديت، اللي هو المانثs والويكس والدايز. كل الكلام ده عندنا. تمام. اللي هو الشهور والايام وايام الاسبوع وكلام زي كده. كل الكلام ده شغال عندنا اوريدي يعني. بس هنا من الواضح انه يعني ما جابوش. تمام. بس هو مطلوب منك. احنا شرحناه بشكل كبير جدا في الكتاب المدرسه، فيا ريت ترجع للبلاي ليست الخاصه بكتاب المدرسه وتشوف فرق الشرح فيها عامل ازاي. تمام. تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك ايه؟ سيركل 1 كاو كات ورابت، يعني اعمل دايرة على قطة واحدة وبارة واحدة وأرنب واحد. فنيجي هنا نعمل سيركل بالشكل دوت كده هوت، وأيضا كده اهو. تمام. تعال نشوف اللي بعده. هندخلنا طبعا في لسين 2. يهمني برضو تبقى حاجة دي نقطة مهمة برضو، دي حاجة بيسموها الفايف فريم. بص هركز لك عليها برضو لأن هي موجودة هنا. دي الفايف فريم. حلو. الفايف فريم ده هي عباره عن زي ما انت شايف بالشكل دوت، حاجه جواها ممكن تعمل 5 دوت او 5 نقط هنا زي ما انت شايف 1 2 3 4 5. فهنا عايز يمثل نمبر 2، فرايح للفايف فريم وعمل 2 دوت. تمام. نفس الكلام عايز اقول لك سيركل عندنا 2 رابت و2 اللي هو الهن وحاجات زي كده. طبعا اعمل هنا 2 ادي 1 2. سيركل هنا 2 ادي 1 2. سيركل هنا 2 ادي 1 2. تمام. تعال نشوف اللي بعدها. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك سيركل اتش جروب اوف 2، يعني اعمل سيركل او اعمل دايره حوالين كل حاجه مكونه من اتنين. جروب يعني ان مجموعه مكونه من اتنين يعني. تمام. هنا تبقى 2. ماشي. ده 3 ده 1 ده 1 ده 3 ده 2
تمام، وده 2. تمام، تعال نشوف اللي بعده. نتكلم على lesson 3. حلو، نفس الكلام. 3 عندنا زي ما انت شايف موجودة، او 3 موجودة عندنا. بدأ يمثل ال 3 ازاي؟ بدأ يمثلها ان هو في ال 5 فريم، وبعدين بيقول لك اعمل سيركل على اللي موجود فيه 3 من الاشكال دي. طب هنا 1 2 3 تمام اهو، وهنا 1 2 3، وهنا 1 2 3. هنا برضه نفس الكلام، هتعمل لي الحاجة المكونة من 3. فعد هنا اهو 1 2 3 1 2 3 1 2 3، هنا 1 وهنا 1 2. ماشي، تعال نشوف اللي بعدها. مديني هنا اهوت زي ما انت شايف بيقول لك جوين يعني وصل او اربط، تمام، على الاصابع المرفوعه. تمام، هنيجي هنا اهوت، فين هنا ال2؟ ادي ال2 اهيت. فين ال1؟ ال1 اهيت. فين ال3؟ ال3 اهيت. بيقول لك ان اتش رو سيركل ذا بيكتشر ذات ديفرنت. تمام، هنا نقطه مهمه برضو. اللي عندك المفترض في الدروس الاولانيه هتاخد حاجه بيسموها الكومبير. تمام، وهنا بتعمل كومبير بين اوبجكت. تمام، بتبقى الكومبير دي على اساس المقارنات، يعني على اساس 3 حاجات: السايز الحجم، الكالر اللون، والشيب اللي هو الشكل. فال3 حاجات دولت هم اللي على اساسهم بتعمل عمليات الكومبير. تمام، يعني لو بصيت اول واحده مثلا، هو عايز يقول لك ايه؟ بيقول لك الديفرنت. طب هنا على اساس ايه؟ على اساس السايز؟ لا، كلهم متساويين في السايز. على اساس الشيب؟ لا، كلهم اللي موجودين عندي هنا هو نفس الشيب. يبقى الاختلاف على اساس ايه؟ الاختلاف اللي عندي هنا على اساس الكالر. زي ما انت شايف الكالر دوت مختلف عن التانيين. تمام، لو بصيت على اللي تحتها هنا اهو، اللي تحتها هنا اهو نفس الكالر، نفس السايز تقريبا، بس الاختلاف في ايه؟ السايز عن الحجم، الكالر زي الكالر اللون، الشيب الشكل. الاختلاف في الشيب زي ما انت شايف، ده وده مش شبه ده، يبقى ده المختلف عندنا. نبص اللي تحتها، هنلاحظ ان الكالر واحد، الشيب واحد، الاختلاف في السايز دولت اكبر، ودولت عباره عن السمولست اصغر، فدي او ده السمولر عنهم، فده هو الاختلاف عندنا. تمام، تعالوا نشوف اللي بعده. اللي بعده كالاتي. اللي بعده بيتكلم عني، بيقول لي color 2 هرتز لونه ليه؟ يبقى هو هنا وهنا. color 3 stars اهو. circle the smallest car اهوت. circle the greatest turtle اهيت. turtle يعني سلحفة او سلحفاء اهيت. طيب تعال نشوف اللي بعدها. count up to 3. تمام، نفس الكلام عندي هنا اهوت. بيقول لك circle the animals that different، فمختلف اهو. سيركل ذا بيجست انيمال، طبعا ده الاكبر، ده اكبر حاجه عندنا. حلو، بيقول لك هنا عندنا هنا كابس يعني كوبايات. بيقول لك هنا سمول سايز او سيم سايز. سيم سايز يعني نفس الحجم. الحاجات اللي ليهم نفس الحجم، فين ليهم نفس الحجم؟ واضح ان ده وده هما الاثنين ليهم نفس السايز اللي موجود عندنا. تمام، بيقول لك هنا circle the fish that has a different color، يعني الفيش السمكه اللي عندنا اللي فيها لون مختلف ده اهي. تمام،
طيب كده تقريبا خلصنا. نرجع تاني بس كده لاخر حاجه عندنا. مهم جدا انك بعد ما تشوف الشرح دوت، تشوف شرح كتاب المدرسه، لان كتاب المدرسه برضو هيكمل لك بنسبه كبيره الشرح اللي موجود. اللي احنا في كتاب المدرسه كنا بنتكلم على الديفينيشنز، المصطلحات، كنا بنتكلم ايه الحاجه المفيده، اتكلمنا على ازاي تفهم البدايات، سواء الديت او سواء ازاي تشتغل على الدايز، وتشتغل على زي ما قلنا في برطمانات عندنا بتبقى فيها وانز، وفي برطمانات بتبقى فيها عندها تنز، في التشارت اللي موجود عندنا من 1 لحد 100. فالكلام ده كله انت محتاج ترجع له في الكتاب المدرسه والشرح بتاع كتاب المدرسه. ممكن كمان بيضاف الى حر او حل كتاب المعارض. زي ما انتم شايفين من ليسون 3 لحد ليسون 6. count up to 5، يعني عد لحد ال 5. تمام. زي ما انت شايف برضو، وزي ما باكد عليك انك لازم كل مره قبل ما تشتغل ترجع شويه وتشوف الشرح بتاعنا في كتاب المدرسه، لانه مهم جدا. لان انت عندك الكالندر المفترض تعرف المانث والداي وعمليه الكومبير، وزي ما انت شايف برضو مديك الجراف والديفرنت. ففي هنا حاجات مهمه جدا احنا شرحناها في كتاب المدرسه، لازم ترجع لها وتشوفها بشكل مهم جدا جدا جدا، لانك هتحتاجها بشكل كبير. تمام. كتاب المدرسة هو كتاب مهم جدا يا جماعة، لازم نرجع له عشان نشوف الشرح اللي فيه. تعال نشوف مثلا هنا بيتكلم على ايه. هنا بيتكلم على زي ما انتم شايفين ال ال اللي زي ما انتم شايفين هنا هوت في اللي هي الفايف فريم، بيمثل نمبر 4 في الفايف فريم. وهنا بيقول لك اعمل سيركل على الحاجات اللي موجوده عندنا، 4 من هنا و4 من هنا و4 من هنا. مثلا هنا 1 2 3 4، فعملت هنا هو ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 من الحاجات اللي موجوده عندنا. او ممكن تعملها واحده بقى واحده، خليها واحده بقى واحده افضل، لانها برضو كلهم داخلين في بعض. فمثلا لو قلت هنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. تمام. نفس الكلام بالنسبه للجرادل دي، تعمل على 4 فيهم، اختار لون مختلف برضه عشان تبان معانا. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. مثلا بيتكلم لك على الصدف، اعمل على 4 ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. حلو. مهم قوي بالنسبه لي انك ترجع تشوف كتاب مدرسه او شرح كتاب مدرسه، مهم جدا 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 لاقصى درجه. كتاب معاصر جميل، لكن كتاب مدرسه مهم جدا يا جماعه ونركزنا عليه. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك اعمل شوف الجروب اللي عندك اللي فيه عباره عن 4 واعمل عليه سيركل. هنبص لكل، هل الجروب عندنا هنا فيه 4؟ هنا 1 2 3 4 5، لا 1 2 3 4، فده نعمل عليه سيركل. هنا عباره عن 1 2، هنا عباره عن 1 2 3 4، 1 2 3 4، فاعمل سيركل. هنا عباره عن 1 2 3 4، فاروح عامل سيركل. هنا عبارة عن 1 2، لا هنا 1 2 3 4، فراح عامل هنا كمان برضو سيركل. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك بيقول لك هنا count to 5، بيدينا ال 5. المفترض تعرف تقرا ال 5، تكتب ال 5. بيقول لك هنا اعمل سيركل على 5 من الحاجات دي، من السمك ده. ف 1 2 3 4 5. تمام. عايز برضو 5 من النجوم دي تحت. ادي 1 2 3 4 5. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. نفس الكلام بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا المفترض عندك تعمل سيركل على 5 من الحاجات اللي موجوده عندك. فعد هنا ادي 1 2 3 4 5، فاروح عامل على دي سيركل. اعد هنا اهو 1 2 3 4 5، فاروح عامل هنا سيركل. اجي هنا اهو 1 2 3 4، ما ينفعش. 1 2 3 4 5، فاروح عامل هنا برضو سيركل. نبص تحت، هنا 1 وهنا 1 2 3. تمام. تعال نشوف اللي بعده. هنا بدأ يشتغل لي شوية في الجراف، بدأ يديني في الجراف.
بدأ يديني جزء خاص بالجراف. طيب افضل بشكل كبير انك تشوف شرح الجراف اللي موجود عندنا على كتاب مدرسه، لان احنا شرحناه افضل بكتير جدا وهتستفاد منه بشكل اكبر. بس تعالوا مع بعض نحل الجراف. الجراف عندنا ايوه مفترض بيبدا من ليسون 3. لو بصيت هنا اهو، هنا مديك بص الجراف ببساطه هو عباره عن داتا. الداتا دي معناها ايه؟ بيانات. البيانات اللي عندك ديت او الداتا انت عايز تعمل لها تنظيم عشان تعرف تفهمها بشكل سريع، فده بيكون من خلال الجراف. زي ما انت شايف هنا اهوت، عايزك تقول له ترسم له النمبر. طبعا كل سكوير من دوت بيعبر لي عن نمبر. يعني هنا مثلا المركب في قد ايه؟ هنا في 1، فراح مرسم هنا 1. تمام. سيركل ذا اتش ايتم ماشي. فهنا هنبدأ بنشتغل ونشوف مين الأكتر ونشتغل عليه. مثلا هنا عندي هنا إيه؟ الطائر ده. عندي كام طائر؟ عد 1 2 3 4. فعندي هنا 4، فأروح جاي هنا أهو عامل 4. أدي 1 تلون دي، 2 3 4. طيب عندي كام اللي هو قالب شراعي زي ده؟ عد معايا عندي كام؟ أدي 1 أدي 2 أدي 3. 1 2 3. عندي كام سمكة من السمك ده؟ عد معايا. ادي 1 2 3 4 5. عندي 5. 1 2 3 4 5. هنا بيقول لك ايه؟ سيركل انهي ايتم او انهي حاجة موجودة عندي بتكون ذا موست، اكتر حاجة. واضح ان اكتر حاجة عندي ايه؟ اللي هي السمكة، لانها عبارة عن 5، فاروح عامل عليها سيركل. تمام. تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك ايه؟ count the ball in each row. يعني عد الكرات اللي موجودة في الرو. طيب هنا كام؟ هنا 1 2 3 4، فهنا عبارة عن 4. 1 2 3 4، فهنا عبارة عن 4. 1 2 3 4، فهنا عبارة عن 4. هو عايز يقول لي من هنا ايه؟ عايز يقول لي ان ممكن نمبر 4 يبقى عبارة عن ايه؟ يبقى عبارة عن 1 2 3 4 مع بعضهم، او عبارة عن 3 و1، او عبارة عن 2 و2. فهنا ممكن نمبر 4 ده برضه بيدينا شوية عملية الاديشن، عملية الجمع. يقول لي ممكن نمبر 4 يبقى كله على بعضه، ممكن نمبر 4 يبقى عبارة عن 3 و1، ممكن نمبر 4 يبقى عبارة عن 2 و2. طيب count the fish in each row. برضه عد السمك اللي معايا في كل صف. هنا 1 2 3 4 5، فدول عبارة عن 5، ودول عبارة برضو عن 5، ودول عبارة برضو عن 5. بس ايه الملاحظة؟ ان 5 مع بعضهم او عبارة عن 2 و3، و2 و3 بيديني ال 5، او عبارة عن 1 و4، و1 و4 برضو بيديني ال 5. تمام. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا هو كاتب لك color for apples، يعني لون 5 تفاحات او 4 تفاحات. 1 2 3 4. هنا بيقول لك لون 4 فلاورز، ف 1 2 3 4 لونهم انت. تحت بيكلمك color the figure have the same color، يعني لون الشكل اللي ليه نفس الكلر، او سيركل يعني اعمل دايره على الشكل اللي ليه نفس اللون. زي ما قلنا احنا عندنا لما تبقى عندك شيب معين او عندك اي شكل معين او اوبجكت معين، زي ما قلنا عمليه الكومبير بتكون بالتلات حاجات: بين الكلر وبين السايز وبين الشيب. الشكل اللي هو الشيب، السايز اللي هو الحجم، والكلر اللي هو خاص باللون. فهنا بنتكلم سيم كلر، نفس اللون. ايه هو اللي موجود في سيم كلر؟ طبعا اللون ده واللون ده هو ذا سيم كلر. طيب سيركل فيجر هاف ذا سيم شيب، قلنا الشيب اللي هو ايه؟ الشيب اللي هو الشكل. فين الحاجه اللي فيها نفس الشيب؟ اهو ده تريانجل وده تريانجل، فالاثنين هنعملهم مع بعض. طيب تعالوا نشوف اللي بعده.
اللي بعده بيتكلم على ايه؟ اللي بعده بيتكلم على ال color up to 4 ماشي، او count up to 4 برضه نفس الكلام. count up to 4 يعني عد لحد ال 4. تمام. هنا circles animal which have 4 legs. مين اللي عنده هنا هو 4 legs؟ ده عنده 4 legs، ده عنده 4 legs، ده برضه عنده 4 legs، 4 رجول. هنا عنده بيتكلم على 2 legs. مين اللي عنده legs؟ ده 2، ده 2. بيكلمك على حاجه عندها 4 ويلز. ويلز يعني عجلات. طيب هنا عندنا 4، ايوه، ده 4، ايوه، ده 2، ده 2، ده 4 ماشي. عندنا هنا برضو ما كلهم فيهم 4 ليجز بصراحه. لا ده في بتكلمك على الكورس اللي فيه 4 ليجز او 4 ليجز. هنا في 3، هنا في 4، هنا في 3، هنا في 4، وهنا في 4. تمام. تعالوا نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لك برضو ان هو بيكلمك على عمليات الكاونت تو 5. عمليات الكاونت تو 5 ماشي. عايز اعمل عمليه سيركل 5 ابلز 1 2 3 4 5. فعملنا لهم عمليه سيركل اهم، دول عباره عن 5. هنا بيقول لك في اللي هي جوافه 4 5 بانانز اند 3. تمام. هنا هنعمل كاونت ل 3 1 2 3. تمام. وهنعمل كاونت ل 5 1 2 3 4 5. ستروبريز اللي هي خاصه بالفراوله. وهنا 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5. تمام. تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيكلمك على ايه؟ نمبر لاين. برضو عشان تشوف النمبر لاين بشكل افضل يا ريت تشوف كتاب شرح كتاب مدرسه. النمبر لاين هو عباره عن نمبر بالشكل ده كده. تمام. النمبر لاين ده بيبقى موجود عليه ايه؟ بيبقى موجود عليه النمبرز. هو عباره عن لاين بيبقى موجود عليه النمبرز. بيبتدي هنا ب 0 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. طبعا انت مش هتاخد كلهم، هتاخد حتى تقريبا لحد نمبر 4. تمام. بعد كده هتبدا تزيد شويه شويه في النمبر لاين. النمبر لاين في هذا الاتجاه بيزيد، في هذا الاتجاه بيقل. النمبر لاين المسافه ما بين كل نمبر ونمبر متساويه. يعني المسافه بين الزيرو وال1 هي المسافه بين ال1 وال2. هتقول لك يا عم مي باينه على الرسم، انا كاتب الرسم بايدي. لكن لو بتشتغل مدرسه بالمسطره هتلاحظ ان كلهم معمولين بنفس المسافه. النمبر لاين بيكون عندي بالترتيب، ف 0 1 2 3 4 5. يعني لو اشتريت نمبر 4 سبت لك مكانها فاضي تعرفها طبعا ان احنا شغالين بالترتيب. طيب تعالوا نشوف النمبر لاين. هنا بيقول لك ايه؟ missing circle according to the number on the each number line. يعني هتشوف هنا اهو مفترض يكون في سيركلز غايبه عندك بتبدا تعملها. زي ما انت شايف هنا اهو 1 اعمل لك سيركل واحده، او 2 اعمل لك 2 سيركلز، يبقى 3 هيعمل 3 سيركلز 1 2 3. نفس الكلام موجود هنا 1 2 3. المفروض هنا في 4 1 2 3 4. تعال نشوف اللي تحت. هنا 1 هنا 2 هنا 4 هنا 1 2 3 4 5. هنا مفترض هنا 1 هنا 1 2 3 4 5. هنا 1 هنا 2 هنا 1 2 3 4. هنا 1 2 3 4 5. تمام كده خلصنا. حبة حاجات عايز اقولهم، نجيب بس اخر واحدة. حبة حاجات عايز اقولها. رقم 1، كتاب المعاصر جميل، لكنك برضو لابد من كتاب المدرسة. اكتبها كده، لازم نكتبها لكم كده بالعربي. لابد من تشوف الشرح بتاع كتاب المدرسة
وتحل عليه. واحنا فعلا شرحنا كتاب المدرسة كامل كمان مرة. بأكد عليك انك لازم تشوف كتاب المدرسة وتشوف الشرح وتحل عليه. يعني ده انا بأكد عليك للمرة المليون، عشان ده تبقى ده بيكمل ده، ده بيكمل ده، ده بيكمل ده. نقطة تانية، واحنا بنكتب النمبرز حضرتك لازم تكتب لي النمبر. يعني مثلا الفور لازم تكتب لي الفور، تكتبها كلها. الفايف لازم تكتب الفايف، لازم. ال1 ال2 ال3 لازم تكتبهم. صحيح هنا ما طلبش منك كتابتهم بشكل مهم، لكن لابد انك تكتبهم. تمام. شكرا. النهارده ان شاء الله هناخد معانا ليسون 7 و 8. تمام، اللي هو بيتكلم على writing numbers from 0 to 3. طبعا عشان تبدا تشتغل في حاجات لازم تركز فيها. واقدر اقول لك بشكل كبير كمان مره واكد ليك قبل ما اخش اي حاجه، انك لازم تشوف كتاب المدرسه. باكد عليك كمان مره للمره المليون انك لازم تشوف كتاب المدرسه. حلو، لازم تشوف كتاب المدرسه كمان مره، لازم تشوف كتاب المدرسه. احنا شارحين كتاب المدرسه وشارحين اهم الفوكابز اللي هتاخدها ان شاء الله مفترض تبقى ايه، والشغل بتاعك يبقى عامل ازاي. فروح شوف الفيديوهات او الفيديوهات اللي احنا عملناها في كتاب المدرسه، مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا جدا جدا. لان برضو في اجزاء خاصه بالتشارت، خاصه بالجراف، خاصه بالكومبير. الحاجات دي كلها احنا شرحناها بشكل مفصل في كتاب المدرسه. اعتقد ان الكتابين هيكملوا بعض، فلازم تشوف الشرح بتاعنا في كتاب المدرسه. طيب تعال نشوف. انا بيتكلم على الزيرو، هبتدي اول حاجه تكتب الزيرو. زي ما انت شايف هنا بشرح لك ازاي تكتب الزيرو. تبدا تعمل هنا، تبدا هنا مثلا زيرو، هنا تبدا كمان تكتب زيرو. زي ما بشرح لك، بشوف بيديك الخطوات تكتب ازاي الزيرو. الزيرو يعني ايه؟ الزيرو يعني ببساطه انك من حاجه مش موجوده. يعني مثلا هنا اهو، هنا شوف مثلا في كل عشه من العشر دي فيها كام عصفوره. هنا 1 2 3، هنا 1 2 3 او 2 تقريبا، والله مش شايف، تقريبا دي 2، هنا 1. طب العشه دي ما فيهاش اي حاجه، دي بتمثل ايه؟ بتمثل نمبر زيرو. يعني مثلا لو انت ما عندكش، يعني قلت لك مثلا انت عندك كام اخ، تمام، وانت ما عندكش اخوات، فتقول لي زيرو، ما عنديش اي حاجه. تمام. تعال نشوف اللي بعده. هنا برضو بيتكلم على تكتب نمبر 1. تمام، فانت تكتب هنا اهوت نمبر 1. تمام، اكتب نمبر 1، تكتب نمبر 1، تكتب نمبر 1، تكتب نمبر 1. تعالوا نشوف اللي بعده. هنا نمبر 2، تكتب نمبر 2، تكتب نمبر 2، تكتب نمبر 2. طيب نشوف اللي بعده. هنا نمبر 3، كبر الخط كده شوية. نمبر 3، هي نمبر 3، هي نمبر 3، هي نمبر 3. في نقطة بس حابة أأكد عليها، هي إيه؟ إنك وأنت بتعمل عملية تراك أند رايت ذا نمبر 3، بتكتب نمبر 3، لازم برضو تركز على عمليات الكاونت، عمليات العد. يعني مثلا يبقى عندك فاصوليا، رز، زلط، اي حاجه من الحاجات المتوفره، ونبدا نعمل عمليه كاونت 1 2 3، 1 2 3، ونركز على الحاجات اللي خدناها قبل كده. اللي ممكن نقول هنا 1 2 وهنا 3، هنا ممكن يبقى 1 وهنا يبقى 2. فاكر الكلام ده؟ خدناه قبل كده. تمام. تعال نشوف اللي بعده. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك join according to the suitable number. لا خلينا في اللي فوق. هنا بيقول لك circle the group according to the number، يعني اعمل سيركل تبع النمبر اللي موجود. هنا كام؟ هنا 2، فهنا فين ال 2؟ هنا ده 2، فنعمل هنا سيركل. هنا عباره عن 3، فين ال 3 اللي موجوده عندي؟ ال 3 موجوده هنا اهو، فنعمل هنا 3. هنا 1، فين ال 1 اللي موجوده عندي؟ ال 1 اهو، فاعمل عليها هنا اهو، اعمل عليها سيركل. طيب لو بصيت تحت بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا join according the suitable number، يعني suitable number يعني الرقم المناسب. طيب هنا هنعمل ايه؟ تبدا تعمل عمليه ربط او تعمل عمليه توصيل. هنا 1، فين ال 1 اهو، 2 فين ال 2 اهو، 3 فين ال 3 برضو، لا ده 2، ارجع ورا بس، فين ال 2؟ ده ال 2، فين ال 3؟
ده 3. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك how many birds are there، يعني كم عدد الطيور اللي موجودة هنا. هنبدأ نعد ونعمل. فهنا 1 2 3. هنا في حاجة؟ مفيش، يبقى النمبر كام؟ قلنا نمبر 0. هنا في كام؟ هنا في 1. هنا في كام؟ هنا في 2. هنا في كام؟ هنا في 2. هنا في كام؟ هنا في 3. تمام. خش على اللي بعده. هتشوف عدد الصوابع اللي موجودة عندك، الفينجرز موجودة عندك، وتبدأ تكتب النمبر بتاعها. هنا بيمثل قد ايه؟ بيمثل هنا عبارة عن 2. هنا بيمثل قد ايه؟ بيمثل عبارة عن 3. هنا بيمثل قد ايه؟ عبارة عن 0. هنا بيمثل قد ايه؟ عبارة عن 1. طيب من تحت بيقول لك درو، يعني ارسم الدوت دي كوردينج تو نمبر. بص شوف النمبر اللي موجوده وترسم الدوت. هنا كام؟ هنا 2 فترسم 1 2. هنا 1 فترسم 1. هنا 3 فترسم 1 2 3. تخش على تحتها. هنا المفترض ترسم عدد اللي بيسموها هارت بعدد اللي موجود عندك. هنا في 1 يبقى هنا نرسم كمان. معلش ما بعرفش ارسم، انا هكتب هنا كده معلش على قدي. هو ده يعتبر شبه ده يعني. تمام. هرسم هنا 2، المفروض نرسم كمان 1. طيب نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه؟ color the boxes to show how many animals are there, then write the number of each animal. تمام. اه حلو. هنا شويه بيقرب لي من موضوع الجراف، واحنا قلنا طبعا موضوع الجراف ده عشان تفهمه بشكل كبير لازم تشوف شرحنا في كتاب المدرسه. تمام. يعني عمليات الكومبير او عمليات الجراف او النمبر لاين او الحاجات دي احنا شرحنا بشكل مفصل بشكل كبير جدا في كتاب المدرسه. حلو. الجزئيه بتاعت الجراف دي مهمه جدا يا جماعه، ودي في ناس كتيره جدا بتطلع تقول لك احنا ما خدناهاش. حلو. هتاخدها في كتاب ديسكفر، هتاخدها في كتاب الماس اهو، عندنا ايه جراف اهوت، وفي نفس الوقت حضرتك هتشتغل عليها. تمام. تمام. هنا انا عايز اشتغل، هعمل ايه؟ هروح ابص اشوف كام كل حاجه من الحاجات دي. مثلا الفراشه عندي كام؟ 1 2 3، فاروح كاتب هنا 3. اشوف البط ده عندي كام؟ عندي 1 2، واعمل 2. الهره دي او القطه دي في كام قطه عندنا؟ كده بقى عايزين نشوف في حاجه في قطط؟ لا، فنعبر عنها بالنمبر 0. قيم الضاع عندنا عباره عن 1، فنروح عاملينها هنا اهو. وبعدين تعمل عمليه كلر للحاجه اللي موجوده عندك، تروح جاي كده وملونهم. هنا في 3 ف 1 2 3. انت ما بتحطش نقط، انت بتلونهم كده. بص كده المفروض بتلونهم كلهم. فانا مش هقعد الون، بس انا بوضح لك يعني هتلون ايه. المفروض تلون ده كده. تمام. وتلون الباقيين بنفس الطريقه. هنا هتلون دول 1 2. هنا 0 معناها هتبقى فاضي. هنا 1 هتلون حاجه واحده او بوكس واحد من الحاجات اللي موجوده هنا. تمام. تمام. باكد عليك كمان مره، اكد عليك كمان مره، الحاجات دي لازم تشوفها في كتاب المدرسه. ناكد المره ال20 وباكد في الفيديو كمان مره، لازم تشوف شرحنا في كتاب المدرسه. حلو. كتابين بيكملوا بعض. هنا بيدينا النمبر لاين، واحنا اتكلمنا قبل كده عن النمبر لاين بسرعه كده نفتكره مع بعض. النمبر لاين قلنا بيبقى عباره عن شكل زي كده، عباره عن نمبر عن لاين. اللاين ده محطوط فيه نمبرز. تمام. محطوط فيه النمبرز بتكون بالترتيب، المسافه بين كل نمبر ونمبر متساويه، فهي تبقى 1 2 3 4 وهكذا. هتلاحظ زي من المسافه متساويه الترتيب ماشي بنفس الطريقه 0 1 2 3. تمام. تعالى هنا بيقول لك ايه رايت ذا ميسنج نمبر اوف اون ايتش نمبر لاين. هنا 1 هنا 2 قصدي هنا 0 هنا 1، يبقى المفروض هنا ايه؟ هنا 2. هنا 0 هنا 1، هنا المفترض يكون 2. هنا 0 هنا 1، عندي هنا 2 يبقى عندي هنا 3. هنا 0 هنا المفترض يكون عندي ال 1، وهنا ال 2 هنا ال 3.
عشان تفهم بشكل اكبر، زي ما قلت لك النمبر لاين هو عباره بيبقى التكرار. بص هنا لاحظ حاجه معينه، ان المسافه بين الزيرو وبين ال1 هي نفس المسافه بين ال1 وبين ال2، هي نفس المسافه بين ال2 وبين ال3، فمسافات مساويه. تاني حاجه نلاحظها ان كلهم مترتبين بنفس الطريقه وبيمشوا في هذا الاتجاه. كل ما يمشي في هذا الاتجاه السهم كل ما بزيد. تمام؟ كل ما امشي في الاتجاه ده كل ما بزيد. حلو. كل ما اعكس كل ما بقل. تمام؟ فهنا المفترض تمشي بنفس الطريقه، هنا 0 1 فالمفروض تمشي هنا 2 وهنا 3. نفس الطريقه تحت، هنا في 0 1 2 هنا 3. هنا نفس الطريقه اهو 0 1 2 وهنا 3. اكد ليك المره ال20 والمره ال30 لازم تشوف الشرح بتاعنا على كتاب مدرسه. اهلا بيكم. النهارده هناخد من ليسون 9 و 10. هناخد النهارده رايتنج نمبرز 4 وال5. باكد عليك كمان مره، دايما باكد لازم تشوف الشرح بتاعنا وشرح كتاب المدرسه، مهم جدا 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 لاقصى درجه. احنا عاملين طبعا بلاي ليست خاص بكتاب المدرسه، شرح الدروس اللي فيه، اهم الفوكابز اللي فيه، اهم الحاجات اللي هتاخدها. فحضرتك لازم تشوف الاثنين بيكملوا بعض. طيب هنا زي ما انت شايف بتتكلم على تراك اند رايت نمبر 4. نكتب هنا اهوت 4 زي ما انت شايف، وهنا 4. شوف اللي بعده بيكلمك هنا تراك اند رايت نمبر 5. فنفس الكلام ادي 5، نفس الكلام ادي برضه 5. هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك circle the number that shows how many. يعني انت لو بصيت هنا اهو تبدا تشوف، تبدا تعد، تعمل عمليه كاونت كام حاجه موجوده عندك، وتبدا تعمل عمليه سيركل على النمبر اللي موجود هنا. يعني هنا 1 2 3 4 5 فتعمل سيركل على 5. هنا 1 2 3 فتعمل سيركل على 3. هنا عباره عن 1 2 3 4 فتعمل سيركل على 4. تمام؟ هنا مثلا 1 2 3 4 5 فتعمل سيركل على ال 5. هنا 1 2 3 فتعمل سيركل على 3. هنا 1 2 3 4 فتعمل سيركل على 4. هنا 1 تعمل سيركل على 1. هنا 1 2 فتعمل سيركل على ال 2 اللي موجوده عندك. تمام؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها هنا بيقول لك ايه؟ how many. مديك زي ما انت شايف حاجات معينه وعايزك تبدا تعمل عمليه كاونت ليها. مهم قوي في النقطه دي اللي هو هنا يعني مديك شيبس، فانت لازم بقى ايه تبدا تشتغل عليها. يعني مثلا هنا تبقى مثلا ده سكوير، ده سيركل، ده تريانجل، على اساس تبدا تعرفها، على اساس تبدا تعرفها. تبدا سيركل، سكوير، تريانجل، الحاجات دي يا جماعه برضو يعني ايه في البدايات كده لازم يبقى ايه شايفها، ولازم يبقى عارفها الى حد ما، لان في المستقبل ان شاء الله هيحتاجها بشكل كبير. فهنا ممكن يعني ايه تبقى دي من ضمن الحاجات اللي نبدا نعرفها للطالب معانا. دي سيركل، ده مثلا ممكن يبقى ده سكوير، ممكن ده يبقى تريانجل. تمام؟ تعال هو عايز يشوف كل حاجه من الحاجات دي نمبر بتاعها قد ايه، تعمل عمليه كاونت عد وتكتبها. ماشي. هنا مثلا عايز اعرف الباقيين قد ايه. تعال نشوف مع بعض. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ونبدا نكتب فيها 5. البتاعه دي اللي هي عباره عن الحاجه دي عباره عن 1، عباره عن 2. تمام؟ الهدايا عباره عن 1، عباره عن 2، عباره عن 3 فتبقى 3. التورته عباره عن 1، مفيش غير واحده بس. طيب الزعبوط ده عباره عن كام؟ عباره عن 1، عباره عن 2، عباره عن 3، عباره عن 4. فالمتوفر عندنا هنا عباره عن 4.
نشوف اللي بعده. هنا نفس الكلام، هنبدا نكتب له هنا مثلا ب 3، هنا عباره عن 4، هنا عباره عن 5، هنا عباره عن 2، هنا عباره عن 3. هنا بيقول لك ترسم له دوت according to the number. حلو. فهنا هتروح جاي هنا اهو راسم هنا 1 2 3 4 5. هنا ترسم 3 1 2 3. تمام. هنا ترسم 4 1 2 3 4. هنا ترسم 2 1 2. حلو. تعال نشوف اللي بعده. نفس الكلام، المرات اللي فاتت برضو اتكلمنا على النمبر لاين واشتغلنا على النمبر لاين. هنبدا برضو شغالين في النمبر لاين وهنشتغل عليه. بس المره اللي فاتت كنا واخدين من 1 لحد 3 تقريبا. النهارده ناخد من ال 1 او من 0 لحد ال 5. النمبر لاين كمان مره نفتكر معاها مع بعض. النمبر لاين بيبقى عباره عن كده، بيبقى عباره عن لاين مرسوم عليه النمبرز من الزيرو زي ما انت شايف. يعني مثلا هنا بيبقى عباره عن 0، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5. زي ما قلت لك في هذا الاتجاه دايما هتزيد، في هذا الاتجاه دايما هتقل. هتبدا تمشي مسافه بين دي وبين دي هي المسافه بين دي وبين دي، هي المسافه بين النمبر ده والنمبر ده، هي المسافه بين النمبر ده والنمبر ده. في هذا الاتجاه بيزيد وفي هذا الاتجاه بيقل. تمام. انا عايز اشتغل دلوقتي عليها. طيب ببساطه هروح جاي هنا 0 1، هنا يبقى 2. حلو. وهنا هيبقى 3، هنا هيبقى 4. نفس الكلام تحت. هنا طب واحد يقول لك هنا ايه ده مش مديني الزيرو. ممكن ياخد جزئيه من النمبر لاين. يعني ايه؟ يعني ممكن يجي على النمبر لاين مثلا وياخد منه حته زي ما انت شايف، مش لازم يدولك من اوله لاخره. فلما هعمل ايه؟ هتمشي بنفس الترتيب. قلنا في هذا الاتجاه بيزيد، في هذا الاتجاه بيقل. امشي كده. يبقى هنا 1، هنا يبقى ايه؟ هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5. يعني ممكن يديني جزئيه من النمبر لاين. هنا مثلا ال1 قبلها يبقى ايه؟ يبقى قبلها الزيرو. هنا 1 ال2 ال3 هنا يبقى 4. هنا نفس الكلام، هي عباره عن 0. ايه ده؟ 0. طب فين ال1؟ مفيش 1. يبقى قلنا في هذا الاتجاه ايه؟ بيقل. قبل ال2 كام؟ هنا ال1، هنا ال2، هنا ال3، هنا ال4، هنا ال5. هنا لازم نركز ان في النمبر لاين ممكن يديني جزئيه منه، ولو اداني جزئيه منه اشوف النمبر قبل ال2 كام؟ كان 1. قبل ال5 كام؟ كان 4. تمام. تعال نشوف اللي بعده. هنا زي ما انت شايف نكتب ال4، ال4، نكتب هنا ال5 وال5. تعال نشوف اللي بعده. دي اخر حاجه. بيقول لك draw fruits to match the number the next to the each basket. يعني هنا هنشوف النمبر موجود هنا ايه وهنرسم هنا اي حاجه، فروت مثلا، فواكه، اي حاجه. هنا مثلا هنا 2 فيبقى هنا 2، هنا 5 فيبقى 1 2 3 4 5، هنا 1 فيبقى 1. تمام. هنا 4 فيبقى 1 2 3 4، هنا يبقى 3 ف 1 2 3. كده اليونت بتاعنا خلص. حلو حلو. جميل جميل. طيب قبل ما اقفل لازم افكرك بحبه حاجات لازم تشوفها او تراجع عليها. مساله انك تعمل كاونت للنمبرز ورايتنج للنمبرز ده شيء يعني منتهي منه. لكن في حاجات تانية لازم تكون فهمتها وانت خارج. يعني ايه؟ اولا في نقاط لازم تراجع عليها في كتاب المدرسه. عندك مثلا بيبقى عندنا هنا برطمانات زي ما قلنا، برطمان للوانز. تمام. قلنا ده وانز. وبرطمان للتنز. حلو حلو. طبعا لو متابع معايا في كتاب المدرسه قلنا ان كل مره كل يوم بتحط عصايه في الوانز. كل يوم بتوصل لعصايه في الوانز. تمام. لغايه ما يوصلوا كام؟ لغايه ما يوصلوا للتن اللي عندي.
فهنا مفترض يبقى عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بروح مرابطهم باستك كده مع بعضهم، واروح واخدهم احطهم كايه كوان في التنز، واقول عندي التن في الوانز ايكوال 1 في التنز، ودوت بدايه الفاليو والبليس فاليو هتشرح بعد كده. حلو، الفاليو والبليس فاليو هتشرح بعد كده، فلازم دي تبقى عندي. النقطة التانية برضو اللي خلي بالك منها هي عمليات الكومبير، سواء بالشيب او سواء بالكالر او سواء بالسايز. دي لازم تكون عارفها بشكل قوي انك خدتها. اللي بعد كده وده مهم جدا هو موضوع الجراف. انت خدت المرة دي البار جراف. البار جراف خدته في كتاب مدرسة. هنا ممكن الكتاب ما يكونش ركز عليه بشكل مهم، لكنه مهم جدا لازم ترجع له في كتاب مدرسة. فعشان كده باكد على الناس كلها، شوفوا شرح كتاب مدرسة الأول، بعدين ابدأوا نحل أي كتاب خارجي ونحل، والكتب بتكمل بعضها.